دعونا نتابع وإياكم الترتيب النهائي بعد إسدال الستار عن هذه الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة. البرازيل متفوقة بالأهداف على المغرب في الصدارة وكلاهما ب7 نقاط. اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط، ولا زالت تنتظر باقي المباريات في المجموعة ال12 لكي تعرف مصيرها. هل يمكن أن تتأهل من بين المنتخبات الثمانية التي ستحتل المركز الثالث، أو أفضل 8 منتخبات ستحتل المركز الثالث بطبيعة الحال. نعود مشاهدينا لمحللي قنوات بين سبورت، وأعطيك الكلمة كابتن يوسف. قراءتك لهذه المباراة، هل يجب أن نركز على إيجابياتها أكثر أم نحقق في سلبياتها تحسبا لما هو قادم؟ أول شيء مبروك للمنتخب المغرب، مبروك للجمهور المغربي التأهل للدور الثاني، مبروك للفوز والحفاظ على ديناميكية الفوز. مهم أن نفوز في المباراتين، أظن أول مرة في التاريخ نفوز في مباراتين وتعادل مباراة، 7 نقاط في هذه المجموعة. الشوط الثاني كان طبعا مختلف، الكثير من الإيجابيات أمين. أول شيء ردة الفعل بعد الشوط جيد على المستوى الهجومي، لكن كان سيء على المستوى الدفاعي. ردة فعل بعد التأخر والعودة بالنتيجة. ردة الفعل بعد تغييرات المدرب لوهبي، دائما قراءته ممتازة جيدة للمباراة، رغم أن كانت هناك تغييرات أعطى فرص أكثر من لاعب، 4 تغييرات على التشكيلة الأساسية، لكن الشوط الثاني أعطى فرصة أكثر لبعض اللاعبين الآخرين يشاهدناهم أكثر، خصوصا جسيم الآن يسجل، يصبح أصغر لاعب في تاريخ المغرب يسجل في كأس العالم، وأول لاعب في المغرب يسجل في كأس العالم الشباب وفي كأس العالم الكبار. نعم، والحكيمي كذلك اليوم اللي كانت مباراة كان أفضل لاعب في هذه المباراة، وحكيمي كذلك يسجل هدف الأول في كأس العالم بعد صحيح المشاركات الأخيرة، وسجل في البطولات المجمعة كلها طبعا، دوري الأبطال على مستوى كأس إفريقيا، الأولمبياد، والآن في كأس العالم. نعم، شيء جيد وشيء مهم، وهذا شيء إيجابي. الكثير من الإيجابيات صراحة، يعني كانت هناك بعض المشاكل خصوصا في الشوط الأول، وهذا شيء طبيعي، يعني كثرة التغييرات. شاهدنا بعض أحيان لم نكن شرسين في النواحي الدفاعية، بعض اللاعبين ما قدموش الأدوار الدفاعية وتكلمت عليهم بين الشوطين، لكن دخول اللاعبين كما قلت، دخول رحيمي، دخول أناحي، دخول جاسم، أعطوا إضافة أكثر خصوصا على المستوى الهجومي، خلقنا فرص أكثر وأصبحنا متحكمين أكثر في المباراة. وهنا الأهداف دائما تأتي عن الأطراف، عمل كبير لرحيمي اللي قدم مباراة جيدة عندما دخل وسجل هدف، وكان وراء هذه التمريرة للاعب جسيم اللي شاهده. أنا سعيد لهذا اللاعب لأنه صغير السن، لكن بمؤهلات كبيرة جدا، براءة في وجهه والابتسام، غزال صغير ومحبوب من طرف الجميع، وعنده عنده مستقبل كبير. هذا هو الشيء الجيد، أن وهبي اعتمد في تشكيلته وفي مجموعته على لاعبين شباب، لاعبين خبرة، لاعبين تجربة، وشاهد التجانس. كما قلت، فوز مهم، 4 أهداف، مع العلم احنا خلقنا فرص كثيرة. صحيح. اليوم خلقنا 4 فرص، كان المفروض نسجل 6 و7 أهداف، لكن تسجيل 4 أهداف شيء جيد وشيء إيجابي. لأن أول شيء المباراة الأولى سجلنا هدف، ثاني مباراة سجلنا هدف، لكن اليوم سجلنا 4 أهداف. لكن الشيء الآخر اللي لازم يعني تصحح، لازم أن مستوى الدفاع شيء طبيعي، أن هناك لاعبين زيادة على لاعب وسط الملعب اللي كان غايب كذلك، بوعدي مع المزراوي، ومع اللاعب قلب الدفاع عناوي، أيوب ديوب، مع عيسى ديوب. نعم، غيابهم ممكن تأثر الفريق من النواحي الدفاعية، وحتى في التحولات. هايتي كذلك لازم نشيد به، نقدم مباراة كبيرة على المستوى، لأنه يلعب بدون أي ضغوطات. آخر مباراة يريد خروج من البطولة بفوز معنوي، أول فوز في كأس العالم. كل هذه الإيجابيات أظن في مصلحة الفريق، والآن علينا أن نرتاح، أن نحاول أن نسترجع، لأن هناك المباراة المقبلة سننتظر مجموعة هولندا واليابان، ترتيب كيف حتى نستعد للمنافس المنافس القادم العالم. أعود إليك كابتن يوسف، تفضل لك الكلمة. مشكلة اللمسة الأخيرة اليوم نتحدث عن، ما كاينش لمسة أخيرة اليوم، راه سجلنا 4 أهداف. لا أعطيك يعني وأنت قول لي إذا تفضل يلا. إذا رقم
جيد أم لا؟ من أصل 22 تسديدة إجمالي تسديدات 11 على المرمى، وسجل المنتخب 4 أهداف. قراءتك، أنا لم أقل شيء. لا طبعا إيجابية جدا، 4 أهداف بحكم أن سجلنا. تشوف لما تشوف أول مباراة وثاني مباراة سجلنا هدف كانت هناك فرص. لا اليوم كانت فرص، طبعا كانت فرص ضائعة في الشوط الأول، لكن كذلك يحسب لنا سجلنا 4 أهداف. ودائما الاهداف كانت تاتي كما قلت عن طريق الاطراف، مميز فيها دائما هي العرضيات، خصوصا حكيمي دائما المسانده، يصبح كجناح. تموضع صيباري احيانا اصبح لاعب ذكي في التموضع، شوف دائما يخرج الى الوراء في المنطقه عند 19 ودائما ما يسجل. نفس الشيء رحيمي، دائما الاعتماد على الاطراف، الكره لم تتجاوز بكل محيطها. نعم، بالتالي هدف صحيح وهدف شرعي، وتمريرته لجاسم اللي كان كذلك في موضع جيد. وهذه هي الجماعيه اللي تكلمت عليها يا امين. احيانا عندما تشاهد زميلك تمرر الكره يسجل هدف يحسب للروح. نعم، وهذا التعاون موجود الان. بعض الاحيان شفنا بعض الانانيات في بعض المباريات، لكن اليوم كانت هناك جماعيه، كانت هناك فرص، شاهدنا العديد من الفرص. المشكل الدفاعي اللي تكلمنا عليه شيء طبيعي مع التغييرات، يجب ان نكون شرسين، لكن بعض الاخطاء انها مهمه انها جاءت في المباراه هذه، ان يجب ان تصحح خصوصا في المباريات المقبله. تحدثت عن نوع من الانانيه، وانا ربما قرات افكارك تتحدث عن اللقطه السابقه في المباراه امام اسكتلندا، دياز. نعم، مهما كان اسم اللاعب والنادي الذي يلعب فيه، هل ترى انه من الضروري ان يتحدث المدرب بشكل شخصي الى اللاعب؟ يا اخي اعطي الكره، ريح المنتخب. هذا الثاني كان سيجعل المغرب تلعب براحه اكبر. وتكلمنا احنا على المباراه امين، لانه احيانا كره القدم هي كره جماعيه. لا قصدي يعني يجب ان يتحدث المدرب ام انه هذه الامور داخله في كره القدم؟ لا المدرب اكيد انه يتحدث، بس لكن المدرب هو يعرف. المدرب يتكلم في غرفه الملابس، لا يتكلم مع وسائل الاعلام. هذه اشياء تدور بين اللاعبين وبين المدرب فقط. دائما الحفاظ على غرفه مس مهم جدا. اكيد انه يتكلم، لان في وقت من الاوقات عندما تسجل او تمنح الفرصه لصديقك يسجل، بالعكس يجي يخدم المجموعه. صحيح. وكيف ما كان اسمك وكيف ما كان النادي اللي تلعب فيه، انت الان تمثل فريق وطني منتخب، بالتالي جماعيه وهذا الروح مطلوبه. اليوم انا كنت مستاء من اداء صراحه الشوط الاول، لان الوحيد اللي كان ما يعمل الضغط، ما كان يعني ايجابي حتى في تعامله مع الكره. تغييراته اعطت اضافه كبيره. انا مش ضروري انك تكون دائما في القمه، يمكن يوم مش ضروري، لا مش ضروري، لكن اقل شيء تحاول تضغط، تركض، تحاول انك تساعد الفريق، لكن ان تتمشى وتخلي اللاعبين يركضون وانت تتمشى، لا. هذا وعندما لا تكون في يومك يجب على المدرب تغيير. طبعا المدرب عنده كل الصلاحيات. المدرب هو يخدم المجموعه، ما يخدمش اللاعب بنفسه. المجموعه اهم له من اي لاعب بالاسم. نعم. وبالتالي اظن نتمنى ان شاء الله انه يكون ايجابي اكثر ويكون حضور افضل، لانه عنده امكانيات كبيره وشاهدناه. صنع هدفين مميزين، لكن عنده الاضافه انه يضيف اكثر، وهذا ما نحتاجه من كل اللاعبين. هذه الاضافه نحتاجها في المباريات المهمه، خصوصا دوري خروج مغلوب. صحيح. دوري خروج المغرب مهم جدا. اقل فرصه لازم تسجل، ومن اقل خطا ممكن انك تتعاقب عليها. تسخير الفرديات لخدمه المجموعه طبعا. والفوز هو لكل المغاربه وللمنتخب المغربي بشكل عام. دعونا نتابع ما قاله محمد وهبي مدرب اسود الاطلس بعد هذا الانتصار والتأهل. كنا نعرف أن هذا الفريق ليس لديه ما يخسره، وأنه سوف يحاول أن يقدم كل شيء، كرات طويلة، لعب مباشر، وبالتأكيد ترك 3 لاعبين في الارتدادات الهجومية. هنا واجهنا صعوبات رغم كل شيء. كان هناك تسديدتين فقط مؤطرتين أتى منها هدفين، وتسديدة أخيرة في آخر لحظة ورأينا تصدي بونو، تلك كانت 3 تسديدة مؤطرة. ليس هناك فرص كثيرة لهم. نحن كنا مسيطرين تماما، ولا أظن ولا أتذكر حتى منتخبا مغربيا كان يسيطر هكذا في كأس العالم. نحن في كأس العالم لا تنسوا ذلك. كان هناك تسديدات كثيرة، فرص عديدة ومتنوعة، واستحواذ للكرة كبير جدا. لذلك علينا أن نحسن أكثر بالنسبة للفعالية والنجاح. سجلنا 3 أهداف وقبلنا 2، وأردنا أن نكون في المركز الأول. نحن في المركز الثاني على كل حال، سنقبل بذلك دائما بثقة عالية ونحضر المباراة القادمة.